بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم ككل يوم بالحالة الوبائية المتعلقة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. الحالة بطبيعة الحال الوبائية التي تهم بلادنا والتي ميزت 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من مساء أمس إلى حدود الساعة 6 من اليوم، حيث بلغ مجموع الحالات المؤكدة ببلادنا 990 حالة، أي بزيادة 107 الحالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين تم لحد الآن استبعاد 3358 حالة كان احتمل إصابتها بالفيروس، لكن بعد التحليلات المخبرية تبين عكس ذلك. بالنسبة للوفيات، بلغ المجموع لعدد الوفيات المتعلقة بهذا المرض منذ بداية هذه الأزمة 69 حالة وفاة، أي ومع الأسف بزيادة 11 حالة خلال 24 ساعة الماضية. بالنسبة لحالات الشفاء، بلغت إلى حد الآن 71 حالة، أي بزيادة 6 ديال الحالات خلال هذا 24 ساعة الماضية. بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال الحالات فلا تغيير، تبقى جهات الدار البيضاء سطات، ثم الرباط سلا القنيطرة، ثم مراكش سافي، ثم فاس مكناس هي الجهات التي سجلت أكبر عدد من الحالات. تليها وفي مرتبة أقل جهات طنجة تطوان الحسيمة، ثم الجهة الشرقية، ثم جهة ضرعا تافيلالت، في حين لم نسجل أي حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. بالنسبة لتوزيع الحالات المؤكدة حسب الجنس ومعدل العمر، فلا زال لم يطرأ عليه أي تغيير. هنا أود وضمن التفاعل مع الأسئلة التي ترد علينا سواء من إخوان الصحفيين أو من عموم المواطنين حول عوامل الارتفاع الذي لوحظ خلال 3 أيام الماضية، فالمؤشرات التي لدينا والتي أعطتها تحليلات البيانات والأرقام التي نتوفر عليها تعطينا عنصرين اثنين. الأول هو أنه هناك انتقال للفيروس داخل الوسط العائلي، وهذا ما سجلناه إذ ارتفع بشكل ملحوظ عدد البؤر المسجلة والتي تهم الوسط العائلي بمجموعة من المدن. فهذا ما يفسره أو هذا يجد تفسيره في أنه الأشخاص الذين يغادرون البيوت قد يكونون هم سبب هذا الانتشار داخل البيوت، أو الأشخاص الذين كانوا في فترة حضانة أثناء دخول هذا العزل الطبي حيز التنفيذ. العامل الثاني هو بداية الكشف المخبري عند المخالطين، حيث أنه هذا العنصر يفسره جوج ديال العوامل. العامل الأول هو أنه عندنا ارتفاع شيئا فشيئا ديال نسبة الحالات التي لا تظهر عليها علامات للمرض، أي أننا نؤكد أنها حالات بدون ما تكون عليها علامات المرض، ولكن التحليل المخبري هو الذي يؤكد ذلك. والعامل الثاني هو أننا هذه الحالات نكتشفها جراء التتبع الطبي للمخالطين، بحيث أننا وإلى حدود اليوم
فيما يخص أكثر من 7000 مخالط الذين تم تتبعهم. عدد الحالات التي اكتشفناها عن طريق هذا التتبع هو 192 حالة. فإذا هذا ما ميز الحالة الوبائية ببلادنا لمرض كوفيد-19. والأيام القادمة بطبيعة الحال سوف تمكننا من إجراء تحليلات وإعطاء توضيحات أكثر حول هذه الحالات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.